السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه قوي للمدارس. طبعا احلى حاجه في السندوتشات الشوكولاته النوتيلا او الشوكولاته السبريد، كل الاطفال طبعا بيحبوها. هنعملها بمكونات بسيطه من البيت وهتكون شبه الجاهزه وهتكون طعمها حلو ومش هتكلفنا كتير. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. معايا المكونات بتاعتها: كوبايه سكر عادي او بودره، نص كوبايه لبن بودره، وكوبايه الا ربع كاكاو، كوبايه الا ربع شوكولاته مبشوره، اي شوكولاته كده بالحليب او ممكن تستغني عنها، وكوبايه لبن. ومعايا زيت بس مش هستعمله دلوقتي. في الاول هحط السكر على اللبن في شفشق الخلاط او في بوله عندك كده وبالهاند بلندر وتضربيه. انا مخليه اللبن دافي بسيط قوي عشان خاطر احط فيه الشوكولاته تدوب. حطيت السكر مع اللبن مع الشوكولاته كده اللي انا بشرها دي او مقطعها حتت صغيره عشان تدوب في اللبن الدافي. دلوقتي حطيت عليها كمان اللبن البودرة والكاكاو. ده كاكاو خام بس فاتح شوية، يعني زي الكاكاو الشرب، عشان خاطر لون النوتيلا يكون فاتح ما يكونش غامق قوي. وكمان حطيت نص كوبايه اللبن البودره، تقدري تزودي زي اللي ممكن تحطي كوبايه لبن بودره برضو هيديها طعم حلو قوي. اضرب على طول بقى بالخلاط لحد السكر ما يدوب معايا خالص. ومعايا كده معلقه صغيره خالص من روح البندق، دي اللي بتديله طعم النوتيلا الجاهزه. روح البندق او ممكن تجيبي كيسين نسكافيه كده بطعم البندق. معلقه صغيره من روح البندق، ما تكتريش اكتر من كده عشان ما تمررش. دي بتديله طعم حلو قوي تخليه شبه النوتيلا الجاهزه بالظبط. دلوقتي بقى معايا كوبايه الزيت، انزل بيها سرسوب بس كده. لو انت حاطه في الخلاط انزلي سرسوب كده وهو الخلاط شغال، شويه بشويه وتضربي لحد ما تضيعي الزيت خالص، لحد ما الزيت يكون لمعه بس كده في الشوكولاته، ما يكونش على وشها زيت. لازم طبعا يكون السكر داب خالص عشان خاطر الزيت اول ما بنحطه بتتقل على طول، فما ينفعش يكون فيها سكر. ده طبعا لو انت مستخدمه سكر حبيبات، لكن لو سكر بودره بيدوب بسرعه. انزل بقى على طول بكوبايه الزيت كده شويه بشويه، بنزل كل شويه ب3 4 معالق كده واقلب على طول. بخلينا اضربها كده حوالي 10 دقايق، بتاخد معايا بالظبط 10 دقايق لحد ما وصلت معايا للقوام ده. دلوقتي معايا نفس قوام النوتيلا الجاهزه. طبعا هي اول ما اسيبها شويه تبرد شويه هتتقل خالص، اول ما تدخل التلاجة هتلاقيها بقت تقيله خالص. دلوقتي نفس القوام بتاع النوتيلا الجاهزه وفيها اللمعه كده، طبعا ما فيهاش زيت خالص، اللمعه بس من الزيت، وناعمه جدا وطعمها حلو قوي شبه النوتيلا الجاهزه بالظبط. وروح البندق فيها مديها طعم النوتيلا الجاهزه بالظبط. ممكن تحطي برضو نسكافيه بطعم البندق، برضو بيدي طعم حلو. افضيها بقى في البرطمانات طبعا مغسوله بميه سخنه ومتنشفه كويس في الجو كده. هغطيها بقى وادخلها التلاجة نص ساعه بالظبط. حطيتها في التلاجة نص ساعه وطلعتها بالشكل ده، بقت تقيله زي الجاهزه واتقل كمان، وناعمه جدا وطعمها حلو قوي، نفس قوام الجاهز ولونها كمان طعمها وريحتها نفس النوتيلا الجاهزه بالظبط، طعم البندق. ولو عايزه كمان تزودي عليها كيس فانيليا زودي. لو ما عندكيش روح البندق او ما عندكيش نسكافيه ممكن تحطي عليها كيس فانيليا برضو هتكون طعمها حلو قوي، نفس الشوكولاته السبريد بس مش هتكون بطعم البندق، لكن النسكافيه او روح البندق بيديها نفس الجاهزه بالظبط. قوامها حلو قوي وسهله في الفرد. كوبايه السكر هنا مظبوطه، انا شايله معلقتين بالظبط من كوبايه السكر عشان خاطر الكاكاو ده كاكاو فاتح. لو انت حاطه كاكاو غامق حطي كوبايه السكر مليان. عملت معايا كميه كبيره من المكونات عندك في البيت. ممكن كمان ما تشتريش ولا حليب بودره ولا كمان تشتري شوكولاته خام اللي احنا بنبشرها، ممكن تكتفي بس بالكاكاو وخلاص، وهيديها كمان طعم حلو قوي وهتكون اقتصاديه كمان وبرده طعمها هيكون حلو. بس كده، اتمنى الكل يجربها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.